في الحمضيات. اليوم شاركنا في المعرض باش نوريو للفلاحين المنتوجات تاعنا ونقدروا نوجهوهم تقنيا ونقولوا لهم الحداثه باش نقدروا نسيروهم في مجال الفلاحه. وجبنا بعض المنتوجات اللي غرسناها في الشجره تاعنا، والاصناف المبكره كاين اصناف جديده راح نجيبوها لولاية البلدان ان شاء الله. وزارة الفلاحة معرض جهوي للحمضيات بمشاركة إضافة إلى الولاية مضيافة، ولاية الجزائر العاصمة وبومرداس والبويرة وعين دفلة. هذه الولايات معروفة بإنتاج الحمضيات، وولاية بوليدة بصفتها رائدة في هذا الإنتاج كانت هي المضيافة. نذكر بأن ولاية بوليدة بها أكثر من 22,750 هكتار من هذا الإنتاج، وبمنتوج يفوق 4,500,000 قنطار. يعني هذا المنتوج هو متوفر بكثرة، يغطي يعني جزء كبير من الاحتياجات الوطنية. ومعروف أن السيد رئيس الجمهورية يجعل من الاكتفاء الذاتي أحد اهتماماته وأحد يعني انشغالاته. يعني كل المنتوجات الزراعية متوفرة وتغطي السوق الوطني. فهذا يعني بفضل هذا المجهود وبفضل السياسة التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية. فنؤكد من هنا أنها توفر كل المواد وكل الفواكه على مستوى أسواق البوليدة في جميع يعني منتجاتها متوفرة. احنا الشركة فيتروبون الجزائر متواجدة في بني تامو. احنا شركة جزائرية إيطالية مختصة في إنتاج حوامل الطعوم والأشجار المثمرة بصفة عامة بتقنية التكاثر المجهري إن فيترو. اليوم شاركنا في معرض الحمضيات في ولاية البليدة باش نرافقوا الفلاح ونوروا له التقنيات الجديدة والأصناف اللي نقدروا نغرسوها هنايا في ولاية البليدة من حمضيات وأشجار أخرى مثمرة.